مساء الخير عليكم يا شباب، اهلا وسهلا. في نقطة مهمة جدا رغم ان انا شرحت ايه هي الوظائف المتاحة، ازاي تفتح لينكدين، ازاي تظبط البروفايل بتاعك، ازاي تظبط اللغة لو اللغة مش مظبطة، كل ده، الا اني لاحظت في بعض الاسئلة اللي بتجيلي اساسية جدا. يعني مثلا اقدم فين؟ طب والشركة تقبلني ازاي؟ طيب وكذا. عايز اوضح نقطة بس. اولا ما تقدمش وانت مش معاك لغة. يعني انت مثلا عارف ان الشغلانة اللي انت مقدم عليها طالبة Arabic speaker بس طالبة English speaker of course يعني. فانت لازم تحسن اللغه شويه، يعني اشتغل عليها، قوي اللغه عندك شويه. انا يمكن ساعه ما قررت ان اقوي اللغه انا افتكر كويس قعدت 3 شهور ما عنديش اي حاجه في يومي غير ان انا بس قاعد اذاكر وامارس لغه. تمام. وفي خلال 3 شهور كنت خلاص مهندل الانترفيوز وجاي على ماليزيا. فقبل ما تقدم على اي شغلانه في لينكدين او على ويب سايت من اللي انا ذكرتهم في الفيديوهات بتاعتي، ويب سايت معين، ليتس سي لقيت شغلانه في بايدانس او كونسنتريكس، رحت مقدم على طول وانت مش معاك لغه، ورحت بعد مثلا ليتس سي السي في بتاعك قوي، وراح هم بعت لك انترفيو، دخلت الانترفيو فيلد كومبليتلي طبعا، فشلت فشل ذريع لانك مش معاك لغه، مش فاهم اللي قدامك اصلا بيتكلم عن ايه. فدي مشكله، مصيبه سوداء، لاني انت تحط لك خط احمر كده صغير في الكلاس ماركت بتاع الاتش ار سيستم اللي موجود في ماليزيا. هم شافوا خلاص ان انت مقدم هنا بالسي في الفلاني واترفضت، ومقدم هنا بالسي في الفلاني واترفضت. فانت كده كل الموضوع انك انت مثلا اعتبر نفسك ان فرصك 10 كده، او ليك كريدت معين، ليك رصيد من الفرص، وانت كل ما بتقدم على شركه وانت مش جاهز الرصيد بيقل، الرصيد بيقل، الرصيد بيقل، وبتضيع كل حاجه انت يعني. حتى الفرص اللي ربنا اللي ممكن تكون مكتوبه لك فيما بعد، الفرص دي بتطير منك. فانت قبل ما تعمل الكلام ده كله جهز نفسك. معلش اتعب شويه، انت بتدور على شغلانه، خليك في الوظيفه اللي انت فيها حاليا واشتغل على اللغه بتاعتك، اشتغل على السي في بتاعك. قبل ما تقدم على اي وظيفه تاكد مليون في الميه، مش مليون في الميه، يعني قصدي تاكد يعني بكميه مناسبه انك انت عارف انك انت تستحق انك انت تشتغل الشغلانه، وخليك واثق مثلا في قدراتك. تمام. لكن ما تقدمش وتبقى عارف كويس انك انت غير مؤهل تماما 100%، ومش معاك لا لغه ولا معاك اي شيء، اي حاجه تانية من المؤهلات المطلوبه، ولكن هي مطالبه الامتيازات دي وانت رحت قدمت. فارجوك بلاش تقدم على وظائف قبل ما تستعد. نهاركم سعيده، وقولوا لي في الكومنتات ايه الحاجات اللي مواجهاكم صعبه وانت بتحاول تقدم على اي وظيفه، سواء في ماليزيا، تايلاند، سنغافوره، قبرص، اي دوله ثانيه.